قرية النصيرية، تعايش الإيزيديين والمسيحيين معا. قرية النصيرية واحدة من القرى الإيزيدية المنتشرة في سهل القوش، وتقع على خط القرى الإيزيدية الممتدة من قضاء الشيخان إلى حدود محافظة دهوك، والتي تسمى بقرى بربنة. وتشكل هذه القرى مع قرى إيزيدية بنكندي قوسا حول قضاء تلكيف، ويشترك في بعضها الإيزيديون مع إخوانهم المسيحيين منذ مئات السنين. وقرية النصيرية واحدة من هذه القرى التي يتعايش بها الإيزيديون والمسيحيون جنبا إلى جنب. هي إداريا تابعة إلى ناحية القوش قضاء تلكيف محافظة نينوى، يبعد حوالي 7 كيلومترات في غرب قضاء شيخان، وكذلك في شرق ناحية القوش بحدود 5 كيلومترات. قرية نصيرية عايدة من ناحية القوش قضاء تركيا محافظة نينوى، بس احنا كموقعنا الجغرافي نكون مثلا يعني احنا عايدين محافظة نينوى بس اقرب الى محافظة دهوك واقرب الى معبد لالش. موقع جغرافي من جهة الغرب حد الجراحية، قرية الجراحية ومشهور تاريخيا أيضا، ومن جهة الشرق عندنا من الشمال الشرقي بيوس سفلى وبعضرة، ومن الجنوب قرية كيرانجوك الآثورية، ومن الشمال قابارة. قابارة والجهة الشمالية الغربية طفتيان، فمن الشمال قرية قابارة كان. نصيرية تقع من الشمال جبل، ومن الجنوب القرى المسيحية قرية كيرانجوك عن بقرة وبيروزاوا، ومن الشرق ناحية بعضرة، ومن الغرب قرية جراحية. كانت تابعة إداريا لقضاء شيخان، وبعدين هذه بالأربعينات ثم صارت عملية فك وارتباط، ارتبطوا مع القوش، كانت حتى القوش والقرى تابعة لها فك وارتباط من قضاء شيخان وارتباط بقضاء تلكيف محافظة نينوى. الكثير من المواقع وأسماء القرى ما زالت مجهولة ولم يبحثوا بها جيدا لحد الآن، لذا ترى الناس يختلفون في إطلاق الاسم الصحيح على هذا الموقع، وكل من يفسرها ويحللها حسب معرفته ومزاجه. واسم النصيرية يحمل تفسيرات عدة، ربما بعضها صحيح وربما خطأ، كونه لم يتفق اثنان من أين جاء هذا الاسم وماذا يعني، وهل هو اسم قديم أو اسم حديث أطلق عليها في فترة تاريخية معينة. حسب ما سمع يقول نصارى كان بي مسيحيين قبل، قرية مشتركة ما بين المسيحيين ويزيدية، ولحد الآن موجود قرية مسيحية ونصيرية وبيدير هم موجودة لحد الآن. احنا والله حسب اجتهادات احنا يعني من نشوف نصيرية يجوز جاية يعني سابقا من موقع منتصر، يعني سووها النصيرية يجوز على هالحالة. يعني معنى قرية النصيرية حسب اعتقادي ما لاحظت في عدة مصادر بأن معنى قرية النصيرية معناها النصارى. في القديم كانوا يسمون النصارى يعني اخوان المسيحيين كانوا يسمون النصارى، والدليل على ذلك بوجود الدير مار عوديشو الموجود في القرية. نصيرية اللي مشهورة باسم مار عوديشو، ونصيرية ما تعرفنا عليه نصيرية شنو معناه لحد الآن، ما عرفنا حتى في أي مصدر ما حصلنا عليه. مرت القرية بعدة أطوار تاريخية تركت بصماتها على تاريخ المنطقة كلها، فما زال بعض الآثار والكهوف الموجودة في جبل القرية شاهدا على عراقة وقدم المنطقة تاريخيا. مرت القرية بعدة مراحل. القرية مرت بمرحلة من الزمن الآشوري، يعني بوجود آثار
تدل إلى حوالي 2500 سنة قبل الميلاد، وكذلك الأكاديين الذين كانوا موجودين في هذه المناطق، وصولا إلى مرحلة حكم شيخ عادي الذي مر في هذه القرى، ولاحظنا المزار الموجود في تل القرية. أما أكثر فترة قسوة فكانت أبان النظام السابق الذي حول حياة أهالي قرية النصيرية إلى كابوس من خلال فرضه طوقا أمنيا وعسكريا حولها باعتباره منطقة محظورة أمنيا، ورحل وأبعد العديد من أبنائها إلى مناطق بعيدة في جنوب العراق، وعمل على ترحيل قرى جبارة وتفتيان وخرزان، وأقام مجمعا على أراضي قرية النصيرية بحجة توفير الخدمات له. مجمع النصيرية عبارة عن قرى قديمة رحلوا وسكنوا في هاي المنطقة، سموها بالمجمع التحرير، بالإضافة إلى القرية القديمة الموجودة اللي هي اسمها قرية النصيرية. القرى القريبة من الجبل قرية قابارة، طفتيان، خورزان، كرساف. احنا بصف الجبل. احنا طبعا احنا على الحدود كردية وعربية مثل ما يقولوا، هم جينا عليها، فرحلونا على صرنا نبتعد من منطقة جبلية، سوينا مجمع حاليا هنا. عملية ترحيل صارت في 87 88 اكملوا قرية قابارة وطفتيان وخرزان وكرسافة. هذه القرى جمعوا في الصيف، أو بدأوا بالحقيقة في يوم عيد نيسان، يعني عيد يزيدية، رأس السنة اليزيدية، بلغوهم وصارت عملية الترحيل إلى نهاية الصيف، بنوا بالقدر اللي قدروا أن يبنون المجمع. هذه القرى التابعة إلى هذا المجمع قرية قابارة، قرية خورزان، قرية طفتيان، أتوا من المناطق الجبلية. القرى مالتهم الأصلية بسبب التدمير والتخريب الذي حصلت في شمال العراق من قبل النظام البعثي البايد في سنة 1987 أدت إلى هجرة هذه القرى قصرا إلى هذه المناطق. بوقت نظام البعث بسنة 88 نظام البعث قرار من رئاسة الجمهورية، هاي القرى اللي مثلا بحدود الجبل رحلوهم وسووهم مثل مجمع على قريتنا. فالنصيرية ما كان يعرف أنه أكو قرية نصيرية، بيسموها مجمع التحرير، يعني الملقبة نصيرية كانت مجمع تحرير. سبب الترحيل كان الترحيل موجود في المنطقة الشمالية كلها، في كردستان كلها، مو بس منطقة، حتى موجود في السنجار، كانت في الشيخان، في القرى، المنطقة الشمال هذه كان عندهم، ما أقدر أقول لك شلون، يعني خطة معينة ما نعرف السبب، يعني هم ادعوا أنه راح تكون لتوفير الخدمات، قد تكون لا هذه، فلتوفير خدمات وجمع وتوفير خدماتها كانت هذه الموجودة، بس ما نعرف هذه هي الحقيقة لو غير. آثار عديدة تنتشر في جبال وسهول ووديان المنطقة، لكن لم يبحثوا أو ينقبوا عنها بشكل جيد، حيث قبل سنوات حفر أحد الأشخاص الأرض لكي يبني له بيتا، فوجد عدة آثار ومنحوتات في أرضه، مما يدل على المنطقة تحوي آثارا عديدة، وهي بحاجة إلى التفات المعنيين بالآثار للمنطقة وإجراء المسوحات الخاصة من أجل التنقيب عن الآثار وتقدير أعمارها وإلى أي زمان تعود. موجودة لي فوق من النصيرية اللي بانين هسه قرية هناك قريبة، يعني ملاصق لها، تكملة للنصيرية، فيها آثار كثيرة. لي فوق بعد أيضا أكو آثار على هذا، أكو سلسلة تل لحد بيوس السفلى، هذا موجود آثار قرى قديمة جدا. الخورزان أيضا بها قرية خورزان، قرية قابارة أيضا موجود كثير من الكهوف القديمة جدا ما قبل الميلاد، قبل ميلاد سيدنا المسيح موجودة هذه الكهوف وأكو تنقيبات عليه. وفي نفس القرية أيضا أكو آثار قرى قديمة هدمت، موجودة لا زال لحد الآن، موجودة آثار القديمة، وبعض آثار قبور تظهر للعيان إذا واحد يحاول.
موجودة آثار قديمة، بس ما عندي معلومات دقيقة عنها أعطيك. معلومات موجودة إذا يد الخيرين من آثار ممكن أن يطلعون عليه، وهم قادرين أن يحددون هذه لها أهمية لو لا، ويبدأون تنقيبها أم لا. موجود المنطقة، موجود في بعض رابعة الطلع، وموجود في المنطقة كلها. حسب اعتقادي عندما قاموا بكشف في تل النصيرية هناك آثار موجودة في احنا نسميه باوان نصيرية، في جنوب باوان نصيرية يقولون بوجود آثار قديمة في هذه المنطقة. ظهر في القرية الرجال المؤمنون الذين تركوا بصماتهم على الحياة الدينية لدى الإيزيدية، ومنهم الشخصية المعروفة كوتش كبريم الذي كان له دور بارز في معبد لالش وتنصيبه كبابا الشيخ للإيزيدية، وما زالت أعماله باقية لحد الآن في معبد لالش، وكذلك وجود مزار الشيخ مند في القرية، وله طواف خاصة يقيمها أبناء القرية سنويا أمام مزاره. كوتش كبريم الرجل الوحيد من المريدين اللي صار اختيار مرقهي. أنت تعرف معنى اختيار مرقهي؟ يعني صار بابا الشيخ الوحيد، وهذه شروط موجودة، يعني شروط موجودة، يعني المريدين ما يصيرون اختيار مرقهي وما يصيرون بابا الشيخ إلا أن تتوفر بصفات معينة، وهذه موجودة عند بيت المير. في مصر عندنا مزار شيخ مند، والجراحية عندنا مزار بير مند، وعندنا كنيسة نسميها كنيسة مرعوديشو، وباللغة الإنجليزية احنا الإنجليزيين نسمينه شيخ بابك. المسيحيين يسمونه مرعوديشو، والإنجليزيين يسمونه شيخ بابك. والدير دير قديم، يعني حتى لا حد يذكروا تاريخه ما يعني أبوي مال 28 الله يرحمه، يعني ما اكو واحد يذكروا تاريخ بنيانه، يعني التاريخ يتاكد وانت بنا ما حتعرف. مزار الشيخ مات هو مزار حديث، بنيت في سنة في التسعينات، حسب اخذنا الكلام من رجال الدين الموجودين عند اليزيدية بان وجود حجر قديم بالقرب من القرية، قاموا ببناء هذا الحجر. قرية طفتيان موجود الشيخ إبراهيم وبير آلي. بخورزان أيضا موجود مزارات عديدة بها تتينا. شخص باتي يسمون، ملك فخر الدين يسمون، الشيخ موسى يسمون، هاي موجودة بقرية خورزان. أهم طواف عن الطواف بيرماد الجراحية، يعني نصيرية والجراحية والمنطقة كلهم يزورون المنطقة القرية النصيرية والجراحية طواف بيرماد. وعندنا هم طواف شيخ مند، بس طواف شيخ مند حديثا بنينا وسوينا طوافات، يعني يمكن على ما ذكر بالتسعينات، يعني طوافاتنا الأساسية طواف بيرماد الجراحية. عدة مراسيم موجودة في القرية، طوافات موجودة، طواف شيخ مند، وكذلك عيد رأس السنة اليزيدية، هذا العيد الكبير عند اليزيدية، وكذلك عيد الصيام عند اليزيديين، عند الأعياد الأخرى الموجودة عند اليزيديين. يشغل أهل القرية بالفلاحة وتربية الحيوانات، كون مناطقهم من المناطق السهلية الخصبة ودائمة الأمطار، وكذلك يعتمدون على الوظائف وموارد تجارية أخرى في تسهيل حياتهم. ويشكل المهاجرون نسبة من وارد ودخل بعض عوائل القرية، وخاصة الشباب الذين غادروا العراق بحثا عن لقمة العيش في دول العالم. سابقا هم طبعا أكثريتهم هم فلاحين، الفلاحين يعتمدون على المزارع الشتوية. طبعا احنا مزارعنا يسقي ديم مو سقي.
سنين تمطر هواية، من تمطر الأهل اللي يستفادون، مرات مثل هاي السنة تقريبا قليلة المطر، قلة الزرع من نفس الشيء. كان في القديم عندما كانوا موجودين في القرى قرتهم الأصلية كان اعتمادهم على تربية المواشي وكذلك الزراعة. في هذه الفترة أو بالأخص اعتمادهم على الزراعة وكذلك على الوظائف الموجودة في المجمع. يعني سابقا كانوا معتمدين على الزراعة بالدرجة الأولى، ومرحلة الجفاف اللي بدأ يعني كان هذه المنطقة تسمى منطقة الخط المضمونة الأمطار، يعني مضمون أمطار. بس هذه هسه حسب معلوماتي أنه من دائرة الزراعة مديريات الزراعة تقريبا أسقطوا هذه، فأصبحت المنطقة يعني ما ضمن مضمون الأمطار. قابل على الزراعة أكثر شيء. هسه الزراعة بدأت سنة سنتين بالدب، يعني سنتين ثلاثة يلا يجي لهم موارد، فأصبح شوية للزراعة أقل. بدأوا توجههم إلى العمل مصانع قليلة بشكل عام. العراق كلها مصانع قليلة جدا أو معامل أي تشغيل الأيدي العاملة، فيلجؤون إلى إيش؟ إلى المحلات تقديم خدمات، يعني يقومون بخدمات مثل مطاعم، الشغلات الموجودة، فنادق، وما موجودة بالمنطقة يلجؤون إلى أربيل، إلى دهوك، إلى مناطق أخرى، وهذه محدوديتها يعني محدودة. كم واحد قبل في يعني يشتغلون في مطعم أو في فندق أو في، فهذه قليلة. والبقية يعيشون على العمل اليومي، على العمل الأكتاف، كتف يوميا، يعني تعب أكتافه يوميا. إذا حصل عمل يجي له وارد، ما حصل يبقى. حياة سكان هذا المنطقة أكثر شيء اعتمد على الزراعة والتربية الحيوانية، يعني مثلا تربية الحيوانات أكثر شيء يعني. وحتى المدارس يعني خارجين قليل، يعني أساسا مثلا أيدي العاملة مثلا بيشتغل غير مكان خارج القرية مثلا، واللي عنده الزراعة يشتغل بالزراعة، وأكثر شيء مثلا تربية حيوانية. سكان القرية في القديم كانوا مسيحيين أكثرهم بعدد قليل من اليزيديين، بيت أو بيتين في تلك الفترة من السبعينات وصولا إلى سنة 2003. العراق مرت بعدة حروب أدت إلى هجرة المسيحي إلى خارج العراق، وكذلك النزوح من القرية أو القرى إلى المدينة. هجرة كان بصورة عامة يعني بالمنطقة الشمالية أكثر، يعني كردستان حتى العراق كلها أقدر أقول، يعني اللي كان بإمكانه بمقدوره أن يسافر للخارج صح. وحكى حتى قسم من الناس محاولات عديدة وتجرؤوا من كل ممتلكاتهم وقدروا يسافروا، يعني كانت المحاولات موجودة من البصرة إلى زاخو، كل الناس تريد تسافر. فالهجرة هذه صارت كانت بالعراق كلها، المنطقة كانت عندهم نصيب أكبر لين شوية القيود أو حالة الهجرة كانت هنا شوية أسهل. نعم، يعني منو راح يسافر، منو يهاجر إلى الخارج غير القوى العاملة، يعني ناس اللي أبوه أمه ربوه وصلوا إلى 18 سنة، يعني صارت قوى عاملة إذا خريج منها. والخريجين من 24 25 فما فوق، خريجي كليات، أطباء، مهندسين، أساتذة، دكاترة، سافروا هاجروا إلى الخارج. فتحت المدارس في هذه القرى في بداية الخمسينيات من القرن الماضي. هذه المدارس تركت بصماتها على حياة أبناء القرية من حيث توفير العمل للكثير من الخريجين وتغيير نمط الحياة والمعيشة فيها من الاعتماد على الزراعة إلى الاعتماد على الوظائف الحكومية، وكذلك المساهمة في فتح المراكز الثقافية، وأقيمت بعض الأنشطة الفنية والأعمال اليدوية كمواهب شخصية. المدرسة الوحيدة اللي بنت هنا قرية الجراحية بجهود المرحوم سيد أبو بكر، وكان يشجع ويدز، يعني حتى مرات هو شخصيا، خاصة بأيلول بعد عيد الصليب أو قبل عيد الصليب 14 أيلول، يعني نذكره، يعني يدز خبر للقرى المجاورة، وأحيانا هو شخصيا يمرهم يشجعهم على التعليم، يشجعهم أن يسجلون في المدارس. فجهوده
يشكر عليه جهود المرحوم سيد دوبك على أن المدرسة جاء أول مدرسة هناك. وبعدين صارت مدارس في قرى أخرى في طفتيان، كان قرية قابارة يذهبون إلى طفتيان، ومدرسة النصيرية بعدين صارت مدرسة النصيرية مدرسة بجراحية. بعد ترحيلنا جابونا إلى هاي المنطقة، ومنطقة أو قرية سموها باسم مجمع نصيرية. لم تكن هناك مدرسة ابتدائية أصلا، يعني فما بالك إذا كانت متوسطة أو إعدادية. فكان الطلبة في هذه المجمع يذهبون إلى قرية الجراحية، هناك كان يكملون المرحلة الابتدائية. طبعا في ذلك الوقت أو إلى السنة ربما 93 أو 4 كان التعليم الابتدائي إلزامي مثل ما تعرفون. كان هناك ناس تذهب إلى المدرسة، ولكن بعد الحصار وفي سنوات الحصار صارت نسبة التعليم متدنية جدا، بحيث إذا أيضا سويت إحصائية بالنسبة لعدد الطلبة الذين يدرسون المستوى الجامعي كانوا لا يتجاوزون عدد الأصابع. يعني أنا أتذكر أو في جيلي كنا نذهب إلى الموصل للتدريس الجامعي، كنا ربما 10 أو أقل من 10. ولكن بعد 2003 صار افتتاح المدارس جديدة، يعني في نفس القرية الجراحية تم افتتاح ثانوية أو متوسطة بالأول كانت، وكان الطلاب يذهبون يدرسون إلى هناك، وبعد ذلك أصبحت إعدادية، بحيث وصلت عدد الطلبة في ذلك المدرسة إلى تقريبا بحدود 200 أو 250 طالب. يوجد عدة نشاطات ثقافية في القرية. دور اللالش، مركز لالش له دور مهم في قرية نصيرية. فتحنا عدد دورات، منها دورات للخياطة وكذلك دورات التمريض، حيث تخرجوا عدة من البنات بحدود 25 بنية لضرب الإبر، وكذلك دورة عدنانية لفتح دورات الكمبيوتر ودورات أخرى. عندما نقول مجتمع القرية أو المجتمع الريفي تبادر إلى الذهن أول مرة اضطهاد المرأة والانتقاص من حقوقها في التعليم وزواج الإكراه، لكن في قرية النصيرية للمرأة دور مهم جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، من حيث العمل في الحقل وتربية الأطفال في الزمن السابق، واليوم فقد أخذت حريتها في التعلم وشغل الوظائف الحكومية سواء في سلك التعليم أو الصحة وغيرها، وبإمكانها الارتباط والزواج مع أي شاب ترغب به بغض النظر عن درجة القرابة بينهما، وترفض الزواج بمن لا ترغب أو تحب. قبل كان تروح يعني من ما تطلع من البيت، عندها شغل بالبيت، يعني تروح للحقل، تجي على تداي على غنم، يعني من هاي الشغلات الحيوانية. بس هسه لا، هسه تروح من يعني للدوام، إذا عندها دوام فالشغلات هاي يعني تروح تطلع تجي عادي، يعني ما عندها مشكلة هسه. لا تختلف الطبيعة الاجتماعية لأبناء قرية النصيرية عن غيرها عن باقي قرى الإيزيدية، بل يمكن أن نقول أن القرية تتكون من عدة عشائر إيزيدية تربطها عدة علاقات وجذور اجتماعية مشتركة، ويسود بينها التفاهم والتكاتف المشترك. عائلة درويش اللي هسه عيد وعفان وجماعة التابعين، عائلة قاسو الموجودين هسه كريت وجماعته أكثر أولادهم مهندسين وأطباء ما شاء الله، يعني عائلة علمية. وعائلة مصطفى اللي موجود عيد مراد وجماعة تابعين لواجهة وشمو حمو وهذول تابعين. العادات والتقاليد الاجتماعية في مجمع النصيرية تشبه العادات والتقاليد الموجودة في القرى المجاورة وعند اليزيديين. صلة ترابط اجتماعي موجود
في مجمع نصيرية، من ماخذ ابنية من قرية قابارة ومن ماخذ ابنية من قرية طفتيان، يعني هناك ترابط اجتماعي عائلي. وعندما نتحدث عن الجانب الاجتماعي لا يمكن لنا أن نغفل دور الشخصية الاجتماعية المرحوم صالح نرمو، وهو من وجهاء القرية والمنطقة، وكان له دوره المشهود في حياة القرية، وما زال ديوانه مفتوحا لحد اليوم لكل من له مشكلة ويبحث عن حل لها. هو كان مع كلهم يمشون، مع بابا شيخ، مع تاسيم باك، مع مطران، مع حتى قشة مال كيرانجو، قشة مال بيروزافا، هذول كلهم كان صدقان معانا. يعني مشاكل يصير بكيرانجوك هم يجون هوني، يعني مشاكل يصير بكيرانجوك يجون عندنا، احنا حل مشاكل مالهم. داش قطان هيجي، يعني ان بقرة هيجي، احنا مثل اخوان. وهو كان بين العشاير مبين، يعني عالم كلهم يعرفون صالح نرمو اشنا، يعني تبين قضايا حكومة. يعني واحد يجي ابنه ممسوك، يابا ابو فرمان الله وكيل هاته وجهه، هو يقول يابا انت روح على البيت، انا ما بالفلوس لا بالكل شيء. يروح على المطران يقول هيجي قضيه، يقول ما يخالف. يروحون على المدير ناحيه، من المدير ناحيه على القاي مقام، قاي مقام يصير واسطه بيناتهم. يصير لا هذا الابن انت الابن ابونه بلا كل شيء. صالح نرمو يعتبر كرجل يعني من المعروفين من المنطقة، من المعروفين من المنطقة. ومنطقتنا تعتبر هذه القرية قرية عشائرية، قرية عشائرية. مثلا احنا هم مثلا احنا كأفخاذ كيزيدية نعتبر كأفخاذ، بس الحمد لله والشكر يعني بتعاون أهل الجرية وبجهود المرحوم ما كان هناك أي يعني لا تتركز بأنه هذا من فلان فقد وهذا من فقد الفلاني. نعتبر كنا من أبناء هاي القرية. وما زالت القرية يضرب بها المثل في التعايش السلمي بين الإيزيديين والمسيحيين، حيث ما زالت الكنيسة شاخصة في وسط القرية يقصدها الإيزيديون والمسيحيون على حد سواء. أتذكر من كنت لأن احنا من قابارة نجي الجراحية ندرس الابتدائي 6 سنوات، نروح نجي مسافة 3 كيلوات يوميا 6 سنوات. فكانت نصيرية قرية متكونة من اليزيدية أكثر شيء، وموجود 3-4 بيوت مسيحيين. لا زال موجود هسه بيت مسيحي استاذ شعبة موجود حاليا، والبقيه رحلوا الى القوش. علاقات مثل اهل، علاقات اخويه، علاقات تحسنت جيده جدا. يعني لا فرق بين اليزيدي والمسيحي. يعني اكثر شيء يمكن تشوف بنات المسيحيه ما تعرف هاي مسيحيه وهذا يزيد، نفس الملابس ونفس العادات ونفس التقاليد. بنسبة مع اخوتنا المسيحيين علاقات يعني جيد جدا، جيد جدا. يعني حتى لحد اليوم اكو بيت مسيحي موجود في قريتنا وكنيسة مسيحية. يعني كيف اهل المسيحيين ياتون المسيحيين مع المنطقة يزورون الكنيسة، نفس الحالة اهل جريتنا هم يزورون الكنيسة. يعني ماكو اي اختلاف بيننا، وعلاقاتنا منسجمة معاهم وعلاقاتنا قوية ومع المنطقة تقريبا بصورة عامة. تعايش سلمي كان كلش جيد، علاقات متينة قوية، علاقات صداقة، علاقات تعاون، علاقات ود ومحبة وسلام كان بيناتهم. علاقة محبة وسلام ولحد الآن مع جماعة المسيحيين. وحتى اللي راحوا على القوش أو تلكيف أو تلسقف، ما عرفت تلسقف لا، ليه تلكيف هنا، وحتى اللي خارج من يجون يزورونا، وحتى هناك مرات يدزون رسائل لليزيدية. واستعين اي بالخلادات هذه ما يسمى توبرك كوشك بريم، هذه خاص من
أشجار عين كوتشكبري، عين المي مال كوتشكبري هاي خاصة ولله، يعني هذه ما لها أي مقابل. الموجودة بسنجار دزينا للسنجار، لألمانيا، للخارج، للداخل هنا، أي شخص أصدقاء مثلكم اللي يزورونا نعطيهم. هاي تتخلى بالسيارة، تتخلى بالبيت، هم كشكل سبحة و يعني مباركة احنا نعتبرها.